بوكيمون جو. اللعبه دي قدرت تغزو العالم كله في اقل من يومين 2 بس، كانوا كافلين يخلوا اي شاب، اي واحد عنده طفوله قديمه، حتى الاطفال الصغيرين اللي ما عدوش على بوكيمون قبل كده بيلعبوا اللعبه دي. جميع الاعمار بقى، صغيرين وكبار، وكل الناس بتلعب اللعبه دي. ناس كتير كانت متضايقه من اللعبه ديت وانا منهم بصراحه. اللعبه اثرت على الناس لدرجه ان انت ممكن تبقى ساعه بتدخل في الشارع ومره واحده تلاقي واحد بيدور على بوكيمون. ليه ما نبصش للعبه دي من منظور تاني، منظور ايجابي شويه؟ يعني احسن حاجه في اللعبه عجبتني ان هي خرجت اطار اللعبه عن ان انت تبقى قاعد وماسك الموبايل ومسقط عينك فيه وقاعد تلعب. اللعبه دي خلتك تتحرك، تروح اماكن تانية، تقابل ناس تانية. احنا ممكن نبص للعبه ديت من اتجاه تاني خالص. اللعبه دي قلت من التحرش يا جماعه. الواحد بدل ما يصحى الصبح يفتح الفيسبوك او اي حاجه تانية او ينزل يشرب بنات، فعايز يدور على بوكيمونات، ومش اي بوكيمون. يعني انت نازل تدور على بيكاتشو، ده حاجه خطيره جدا. انت مدرك السحله يا معلم ان انت هتتسحلها وانت ماشي في الشارع عشان تدور على بوكيمون؟ مش بس قلت التحرش، اللعبه دي بتصلح في مستقبل مصر. الشباب كان بينزل يدور على ايه في الشارع؟ خلينا نحسبها عقلانيا. يعني الشباب كانوا بينزلوا يدوروا على بنات يتحرشوا بيهم، او ولاد يتحرشوا بيهم. بينزلوا يدوروا على مخدرات يتحرشوا بيها يشربوها. وكانت كل الحاجات دي بتجتمع في قاعده على ناصيه. بس بوكيمون جو خلت الناس دي تطلع بره النطاق اللي هي فيه، تطلع من على النص اللي هي فيها. يعني اللعبه دي مش خلتهم يطلعوا من النص اللي هم فيها بس، يعني ده انت ممكن تجيلك بيضه عشان تفصل البيضه دي فعليا لازم تمشي 5 كيلو. انت مدرك ان دي بتشجع الرياضه برضو؟ ده البيضه الواحده ب5 كيلو، فما بالك لو بيضتين. يعني اللعبه مش بتبعد عن التحرش بس، بتبعد عن التحرش والمخدرات وبتشجع الرياضه فعليا. طريقه التطبيق غلط. في ناس كتير بتنزل ماشيه في الشارع بتلاقي سارح كده ممكن يموت بس يجيب البوكيمون. اللعبه دي خلتك تصل رحمك وتسال على جيرانك وتخش تدور على بوكيمونات عن ناس انت ما تعرفهاش. يعني انت بتكون صداقات جديده وبتسال على الناس اللي حواليك. اللعبه دي برضه علمت الصبر. يعني انت تصبر وبتستنى وبتقعد تلف وبتروح وتيجي، وممكن يطلع لك نفس البوكيمون 3 4 5 6 7 مرات يعني. وبس يا جماعه، ده كل اللي عندي النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. سيبوا لي آراءكم في كومنت تحت، و لايك بقى وسبسكرايب كده. سلام.